بعد دعمها لجبهة البوليزاريو لمدة 50 سنة وما يزيد، هي الجزائر تدعم من جديد حركة انفصالية في شمال المغرب اللي هي منطقة الريف. بالأمس تم الإعلان عن افتتاح تمثيلية ديال الحزب الوطني الريفي بالجزائر. الجزائر نعم سيدي عطاتهم فيلا وساعدتهم وقاموا بالإعلان ديال الافتتاح ديالهم الرسمي وطلعوا العالم الريفي. هذه كارثة بكل المقاييس، وهذا يدل على أن العلاقات المغربية الجزائرية دخلت نفقا مظلما، دخلت نفقا مقلقا. فين بغا توصل الجزائر؟ على هذا الحساب تنتظروا من الجزائر أنها تدعم جمهورية ديال سوس، جمهورية ديال الشرق، جمهورية ديال مراكش. فدخلنا صراحة في مرحلة العبث مع هذا النظام الجزائري العسكري، وأثبت هذا النظام أنه هو أكبر عدو لنفسه، لأنه بهذه الخطوة يقضي على آخر ما تبقى له من مصداقية. ما هي الدلالات ديال هذا الفتح ديال هذه التمثيلية ديال الحزب القومي الريفي في الجزائر؟ ما هي الدوافع اللي خلت النظام الجزائري يقوم بهذه الخطوة الخطيرة الاستفزازية تجاه المغرب؟ ماذا سيكون رد فعل المغرب إزاء هذه الخطوة؟ وما معنى هذه المبادرة في السياق العام اللي تتعرفوا القضية المركزية بالنسبة للمغرب اللي هي قضية الصحراء المغربية؟ هذه هي الأسئلة اللي غادي نجاوبوا عليها في هذه الحلقة. اللي ما مشتركش في القناة يقوم بالاشتراك، ما تنسوش تفعيل الجرس ومشاركة الفيديو باش تعم الفائدة. معكم الدكتور أبو العرب، على بركة الله. في فيديو غريب اجتمع حوالي 5 أو 6 أشخاص في فيلا وقاموا برفع العلم الريفي وأعلنوا تأسيس تمثيلية لحركة تستهدف استقلال منطقة الريف في شمال المغرب. هذه الحركة اليائسة للنظام الجزائري يجب قراءتها وفهمها في إطار الصراع الكبير والأساسي الذي يحكم العلاقات بين المغرب والجزائر منذ ما يفوق 50 سنة. وهذه المبادرة عندها معنيين. المعنى الأول وأنه إذا كانت الجزائر فعلا مؤمنة بقضية الصحراء المغربية وأنها قضية عادلة، وأنه كما تقول شنقريحة القضية الصحراوية تساوي القضية الفلسطينية، وبأن الجزائر تدعم حركات التحرر وحركات يعني التورية التحررية التي تبحث عن استقلالها. إذا كانت فعلا الجزائر صادقة في هذه العقيدة، فهي بهذه الخطوة، خطوة فتح مكتب أو تمثيلية للحزب القومي الريفي والحزب الوطني الريفي، تحكم على قضيتها الأساسية اللي هي قضية الصحراء المغربية بالفشل، وتحكم على نفسها بفقدان المصداقية أمام المجتمع الدولي. ماذا يعني أنك هذا الجار ديالك 50 عام وانت تتقاتل وتتضارب باش تحقق الاستقلال ديال الصحراء لصالح البوليزاريو، واليوم عاود تجبد ملف اخر قداش اللي هو انه الشمال ديال المغرب حتى هو خصو يتم التجزئ ديالو باش ياخذ هو الاستقلال ديالو. هي بصراحه هذا الامر غير مفاجئ، لان الجزائر العقيده ديالها والاستراتيجيم بوليتيك ديالها مبني على هذا المبدا ديال تقسيم دول الجوار. فعلت هذا مع المغرب، مع موريتانيا، مع مالي. اليوم العلاقات الدبلوماسية هي في قطيعة بسبب هذا المشكل وبسبب هذه المقاربة الجزائرية التي تجعل من الحركات الانفصالية ومن الحركات الإرهابية أداتها في تقسيم وفي إضعاف دول الجوار باش الجزائر تبقى هي الدولة القارة وهي الدولة القوية وهي الدولة اللي عندها.
أنا ما عرفتش علاش من زعامات يتقاتلوا هاد الناس، على أي زعامة تتحدثون؟ راه حتى ولا ما كانش المغرب، الجزائر لا وزن لها ولن تزين شيئا في المحيط الدولي والجهوي. القوة في الاتحاد، في الاندماج، في التعاون، في توحيد السياسات والمبادرات المغاربية في شتى المجالات، الاقتصادية، السياسية، العسكرية، التنموية، في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، مع الاتحاد الأفريقي. هذه المقاربة، ماشي تبقى انت مريض بالتقزيم ديال يعني دول الجوار ديالك. يعني أمر مؤسف ما وصلت إليه الحالة في الجزائر، وما وصل إليه مستوى الانحطاط السياسي في الطبقة الحاكمة في الجزائر. فإذا إما أنك تؤمن قضية الصحراء المغربية، ولكن بهذه الخطوة أنت قضيتي على هذه القضية، لأنه هذا المجتمع الدولي اللي غادي تمشي عنده تقول ليه راه المغرب خصنا نحيدوا ليه الصحراء ونحيدوا ليه الريف، شكون غادي يتيقك؟ فإذا قضيتي ودرتي خطأ كبير وصدقتي إنسان غبي ومغفل بهذه المبادرة وهذه الخطوة اللي درتيها. إذا درتيها عن وعي بدون قراءة التبعات الحقيقية والأبعاد الخفية والدلالات والآثار ديال هذه المبادرة اللي درتي، لأنه هذه المبادرة اللي درتي تتقضي على المصداقية ديالك أنت أيها النظام العسكري الجزائري، وتعطي للمغرب فرصة لأن يقول للمجتمع الدولي بأن الجزائر مشكلته مع المغرب ماشي قضية الصحراء، ولكن هي مشكلة علاقات فيها الحقد، فيها الحسد، فيها الضغينة، فيها الرغبة في تقسيم المغرب فقط وليس إلا. هذه الدلالة الأولى ديال هذا القرار الجزائري، إما أنه فعلا يدل على غباء هذا النظام وأنه ما تعرفش المعنى ديالو، ما نقولش حتى الخفي، المعنى ديالو التلقائي هو إسقاط أي مصداقية على الطلبات وعلى المواقف اليوم اللي تدعلنا الجزائر فيما يتعلق بقضايا الوحدة الترابية ديال المملكة. ما نعتقدوش أن الجزائر غبية حتى للدرجة، وإن كان ممكن يكون فعلا النظام الجزائري أغبى من هذا الشيء. وهنا تيجي التفسير الثاني ديال هذه المغامرة والمخاطرة والخطوة الخطيرة جدا، وأن النظام الجزائري أحس بأن قضية الصحراء المغربية دخلت منعطف الحل النهائي، وأن قضية الصحراء اقتربت من إعلان النهاية لهذا النزاع الذي طال أمده، وأن المبادرة الجزائرية بفتح ملف جديد في شمال المغرب ما هو إلا محاولة للهروب إلى الأمام بفتح جبهة جديدة ضد المغرب باش تبقى المناوشات ويبقى المشاكل بين البلدين ويبقى العسكر عنده مشروعية في البلاد، حاكم بفزاعة العدو الخارجي، فزاعة المخزن إلى غير ذلك. وأنا أميل إلى هذا الطرح الثاني، وأن الجزائر أخرجت هذه الورقة لأنها أحست وأيقنت واقتنعت أن قضية الصحراء هي اليوم قريبة من حلها النهائي. قضية الصحراء هي في الدين القوى العظمى الكبيرة في مجلس الأمن، واللي هما 5 دول: الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. وهذه الدول اليوم كلها متفقة مع الصيرورة اللي غادية فيها هذه القضية داخل أروقة الأمم المتحدة، والتي تقترب من إعلان حل نهائي لهذه القضية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا الإطار هناك مبادرات واضحة حول الموقف الأمريكي وحول أن الولايات المتحدة الأمريكية باغا تحسم هذا الملف بصفة نهائية. أول إشارة هو أن أمريكا عينت سفير جديد في الجزائر. هذا السفير هو اللي كان يقود مؤخرا سفريات مكوكية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر والمغرب بخصوص ملف الصحراء. وبتصريح ديال أحمد عطاف شخصيا قال لك بأن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم دخلت في واحد المرحلة ديال الاستعجال في القضية ديال الصحراء المغربية، في القضية ديال دخلت في واحد المرحلة ديال لامباسيونس بالفرنسية،
بغاو يحلوا هذا المشكل طول. وهذا السيد هذا جوشوا هاريس هو اللي مشى للجزائر وقال لهم بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم خيار الحكم الذاتي في الصحراء المغربية لفائدة أو لصالح المغرب. فإذا خصنا نفهموا كيفاش الأمريكان عينت سفير جديد رافع الدرابو والبطاقة ديال الحكم الذاتي وصيفطته للجزائر. المهمة ديالو إذن واضحة، غيمشي للجزائر باش يقنعهم بالموقف الأمريكي وباش يقول لهم أن اليوم جاء وحان الوقت باش نفعلوا الحكم الذاتي وندوزوا لمرحلة أخرى وننهيو هذا الصراع. فالجزائر باش تهرب للأمام وباش تلقى واحد النافذة تخرج منها، الجزائر اللي بدات تتحشر في الزاوية خلات هاد الناس يجيو يفتحوا هذا الملف الجديد ديال جمهورية الريف المزعومة. مسألة ثانية تدل على أن قضية الصحراء المغربية تقترب من الحل، وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت إشارتين قويتين مؤخرا. الإشارة الأولى هي خريطة الشراكة الأطلسية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية. هذه شراكة جديدة تلقتها أمريكا لفائدة البلدان المطلة على المحيط الأطلسي. اليوم هذه الشراكة بلغات 38 بلد عضو بما فيها المغرب وموريتانيا والسنغال والكوت ديفوار وإسبانيا وبريطانيا ودول أخرى والبرازيل غير ذلك. ولكن اللي مهم في الشراكة الأطلسية هو الخريطة اللي وضعت الولايات المتحدة الأمريكية واللي تتعبر على خريطة الانتماء، الخريطة ديال الدول المشاركة، هي أنها وضعت خريطة المغرب كاملة إلى جانب موريتانيا. ما كاينش شي حاجة سميتها الصحراء ولا زون طومبون ولا شي حاجة. اليوم تأكد بالملموس أن الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت بصفة لا رجعة فيها بمغربية الصحراء. بالإضافة لهذا الشيء، اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تدعم مبادرة الولوج نحو الأطلسي التي أطلقها المغرب لفائدة دول الساحل. وبالفعل المغرب وداخل هذه المبادرة الأطلسية بهذه المرجعية وبهذا الإطار ديال المبادرة الأطلسية التي قادها المغرب منذ 2011 مع الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، واللي بنى عليها هذه المبادرة ديال الولوج نحو الأطلسي لفائدة بلدان الساحل. فاليوم كاين واحد الحركة في اتجاه دول الساحل، في اتجاه موريتانيا، من أجل خلق مزيد من الاندماج، مزيد من الاستقرار، مزيد من التنمية، واللي غادي تكون هي القاعدة للقضاء على هذه المنطقة كلها ديال عدم الاستقرار التي هي معروفة بطبيعة الحال أن السبب الكبير فيها هي قلة المياه، هي الفقر، هي كذا. فهذه المبادرة هي مبادرة تنموية باش هاد الدول تقوى وباش تحكم في الفضاء ديالها الجغرافي اللي اليوم هو للأسف مخترق من هاد المنظمات الإرهابية والجماعات الإجرامية. شكون الخاسر في هذه المبادرة؟ هي الجزائر، لأن انتم طلعتوا أن المغرب توغل في المنطقة العازلة. المنطقة العازلة من جهة أوسرد وأغونيت باش يدخل عند موريتانيا. سنعرفوا بأن هذيك المنطقة ما فيهاش حدود جزائرية، الجزائر بعيدة الفوق، بعيدة بحوالي 800 كيلومتر أو 900 أو 1000 كيلومتر. فالمغرب غادي يدخل عند موريتانيا، وبطبيعة الحال لا وجود للبوليزاريو في تلك المنطقة، لأنه ما عندهمش يهربوا تما. إلا هربوا أمام قوات المسلحة الملكية اللي اليوم تتوغل في المنطقة، خصهم يدخلوا عند موريتانيا، يعني أن موريتانيا ولات بلد حرب بالنسبة للمغرب. فإذا اليوم بفضل هذه المبادرة الأطلسية اللي وافقت عليها دول الساحل، اللي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية وتدعمها أيضا إسبانيا، بفضل هذه المبادرة اليوم المغرب سيقضي على ما يسمى بالمنطقة العازلة الجنوب ديال الصحراء. المنطقة ديال تندوف وهذا منطقة تماس مع الجزائر، حنا هذاك الشيء غادي نعالجوه من بعد. وبالفعل اليوم راه انقلب السحر على الساحر. اليوم الجوجل ماب تيحط الجمهورية الصحراوية ديال بوليزاريو في التراب الجزائري. هاد الناس هادو إلا كانوا فعلا عزاز عليهم ومتعلقين بالبوليزاريو بالجمهورية الصحراوية،
يخليوها عندهم وتبقى تما خالدين. المسألة الأخرى اللي تتأكد أن قضية الصحراء هي قريبة من الحل هي الافتتاحية ديال ستيت ماغازين. هذه مجلة شهرية تصدرها الخارجية الأمريكية كل شهر. في هذا شهر مارس الافتتاحية تم تخصيصها للحديث عن العلاقات الأمريكية المغربية، وتحدثوا عن هذه العلاقات بطريقة جميلة وطريقة راقية، وأكدوا أن المغرب شريك أساسي للولايات المتحدة الأمريكية، وأنه لن يستطيعوا إيجاد حليف أفضل من المغرب مهما بحثوا في أفريقيا. وفي نهاية هذا المقال وضعوا خريطة المغرب كاملة بصحرائه، يعني ما بقاتش شي حاجة سميتها تجزئ ديال الصحراء ولا ذاك الخط اللي تتحطوا المصالح ديال الخرائط في العالم. مسألة أخرى في هذا الحل ديال الصحراء المغربية هي المواقف الأخيرة ديال إسبانيا وفرنسا. إسبانيا التي تعتبر أن الحكم الذاتي هو الحل الأفضل، إسبانيا اللي عبرت على الاهتمام ديالها بالمبادرة الأطلسية ديال المغرب وعلى الاهتمام ديالها بأنبوب الغاز الذي سيربط نيجيريا وغرب أفريقيا والمغرب بأوروبا. هذه بالنسبة لإسبانيا. بالنسبة لفرنسا اليوم كاين موقف جديد تعبر على أنهم مستعدين يواكبوا التطور والتقدم والمجهودات التنموية ديال المملكة في الجنوب. هذه كلها إشارات تدل على أن الناس والدول اللي تتحكم في الملف ديال الصحراء اليوم بغات تحسموا لصالح المغرب. هذه الأحداث المتسارعة تدل على أن اليوم كاين مسار داخل فيه الدول المتحكمة في ملف الصحراء داخل مجلس الأمن من أجل دعم مغربية الصحراء وإيجاد حل نهائي لهذا الملف الذي طال أمده. الجزائر اليوم اقتنعت أن المغرب رابح رهان ومعركة الصحراء المغربية، وأنها خرجت خاوية الوفاض من هذا الصراع وهذا النزاع في ارتجالية فيها تخبط، خطوة ديال الديك المذبوح باش تخلي تسمح لواحد الكمشة ديال أشخاص محكومون في قضايا ديال التجارة بالمخدرات أنهم يجيو ويكريو فيلا ويعلنوا عن مشروع استقلال جمهورية الريف. فهذا يدل على أنك وصلت إلى الحضيض، لأن الريف هو جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية. والمكافح والمناضل والمجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي ما عمر كانت عنده رؤية انفصالية في إطار الحرب اللي خداها ضد الإسبان. شكرا لكم على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.